السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكل متابعينا داخل مصر وخارج مصر، وطبعا لما بنقوله خارج مصر دي إهداء خاص لكل متابعينا، كل إخواتنا المتغربين الشجيانين التعبانين، ربنا يعينكم جميعا. النهاردة إن شاء الله بنرحبوا بكل المشتركين اللي بيدخلوا على قنواتنا جديد، سواء على قناة بورصة المواشي 1 أو 2 أو 3 على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا معاكم عن حلقة مهمة تخص كل إخواتنا متابعين تربية الأرانب في مصر، الناس اللي فاهمة يعني إيه مشروع تربية أرنب. النهاردة هنخلوا كل واحد في كل بيت يربي أرانب، هنطوروا مشروع تربية الأرانب. ليه؟ مشروع تربية الأرانب النهاردة من وجهة نظري بقى مشروع مربح جدا. السلام عليكم يا أستاذ إبراهيم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو يوسف؟ أهلا وسهلا بكل مشاهدينا في جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر وداخل مصر. أهلا وسهلا بكل مشاهدين مزرعة أرانب إبراهيم بلاط. أهلا وسهلا بكل مشاهدين كنز الفلاح 1 و2، قنوات المواشي والأرانب بتاعتنا إن شاء الله. بنرحب بكم جميعا وان شاء الله ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اعلاف كنز الفلاح ان شاء الله ثقه، جوده، اسعار مناسبه. اتكلمنا في موضوع الاسعار، رغم غلاء الاعلاف بنحاولوا، وربنا سبحانه وتعالى هو شاهد على اللي احنا بنقولوه، ان احنا بنحاولوا في علفتنا نقدموا لك جوده عاليه وسعر مناسب. مش هنقول يا استاذ ابراهيم سعر رخيص، لو قلت لك سعر رخيص مفيش حاجه اسمها سعر رخيص النهارده، هتضيع الجودة. لكن أنا اللي يهمني جودة، لأن كل اللي متابعيني في العلف وحتى إخواتنا اللي كانوا متابعيننا في موضوع في مشروع تربية الأرانب قبل كده هنرجعوا معاكم الشغل من جديد. ليه؟ لأن إحنا بقى عندنا تصنيع علف، فإجباري علينا إن إحنا نقدموا لك علفنا على طبق من فضة، نقدموا لك جودة ومنافسة في أسعار، وعشان انت تحصل في الاخر على جودة وانتاجية عالية تكون هامش ربح. انا يهمني انت تكسب، ما يهمنيش تخسر من وراي. انت لو خسرت من وراي مش هتشتري مني، لا ده انت مش هتسمع لي اساسا. فانا عايزك تكسب من وراي. انا ببقى سعيد اكتر منك لما انت بتكسب، لما بتدخل عند المواشي بتاعتك وتلاقي العلف جايب نتيجة، لما بتدخل عند الارانب بتاعتك وبتلاقي نتيجة فاعلية. وطبعا كل الكلام ده هيكون بالدليل. بعض اخواتنا اللي هيدور في ذهنهم طب انت ليه يا ابو يوسف ما جبتش فيديوهات من العلف او من الارانب؟ طبعا انا حطيت فكره تصاعديه بيني وبين نفسي كده، ان انا ما اجيبش الا لما احصل على اعلى انتاجيات، اقدر اقول لكم انا معايا نتائج مذهله عشان اشجع كل الناس ان هي تتعامل في اعلاف كنز الفلاح. لان بفضل الله انا ما بعملش كده عشان تسويق منتجي، لا انا بعمل كده عشان اكون عند حسن ظن الناس اللي بتثق في قنواتنا، قنوات بورصة المواشي وكل المتابعين عليها، كلكم على دماغنا من فوق. ونفسي اقدم لكم في وسط الغلاء دي، اقدم لكم اعلى حاجة واعلى انتاجية. نفسي افرح كل واحد عنده مشروع البقر الحلاب او الجاموس الحلاب او مشروع التسمين او مشروع الارنب او اي حاجة تخص العلف. نفسي اعمل لكم احسن حاجة، وهنشوفوا مع بعض دلوقتي، ناخدكم كده وندخلوا لجولة داخل المصنع ونشوفوا لحظات ممتعة من تصنيع العلف. طبعا الناس اهلا وسهلا بكل مشاهدينا مع اعلاف كنز الفلاح، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم. دي علف الارانب النهارده، علف كنز الفلاح بتاعنا الجديد اهو تمام ما شاء الله. اعلى جودة علف ارنب في مصر، واقل من كم؟ من 1000. اعلى جودة علف ارنب في مصر واقل من سعر العلف من 1000 500 جنيه برضه في الصيف، زي ما قلت لكم اعلاف المواشي. يعني هتبقوا برضه في اعلاف الارانب ان شاء الله. انتظروا الحمام وانتظروا البط انتظروا الجزيرة. العلف اهو يا شباب، دي العلف بعد ما طلعنا خلاص بقى. صباح الفل يا اداره. دي العلف بعد التصنيع اهو يا شباب، بعد التعبئه. عاوزين نشوف الميزانه اهو يا شباب، 25 كيلو بالظبط اهو. يزيد ما يقلش يا شباب. العلفه جو الشكاره اهي يا شباب.
مفيش فيها ناعمه، مفيش فيها اي حاجه، هي ما شاء الله. الورقه هي يا شباب بتاعت طبعه اليوم اهيت. النهارده 7 نوفمبر اهو، بتاريخ اليوم يا شباب. دي كارتة كل شكاره يا شباب، ما شاء الله. صباح الفل يا ابو يوسف، صباح العسل، منور الدنيا كلها يا ابو يوسف. تعالى اهو يا شباب، كنز الفلاحه اهيت، هي شكاره بلاط، هي كنز الفلاحه اهي يا شباب، اهي اهي ما شاء الله، اهي اهي علف طالعه يا شباب. الشكاره يا شباب، داير شكاره بعد اذنك كده يا اداره. ايوه بلاطه اهي، دايرها كده بعد اذنك تاني، دايرها الناحيه التانيه. كنز الفلاح يا شباب، بلاط كنز الفلاح، علفه واحده اهيت هتكسر الدنيا ما شاء الله. طبعا حتى اللي بيكبس لنفسه العلفه ديت هتبقى اوفر لك واحسن لك ان شاء الله باذن الله. طلع يا اداره. حساب الراجل ده ولا ايه؟ محمود. والميزان يا شباب اهو، والله ماشي. 25 كيلو و50 جرام، زي ده ما تقلش يا شباب. والكارتة يا شباب بتاريخ اليوم 7 نوفمبر. اعتمدنا على الله. الناس اللي بتربي، مع احترامي لكل الناس، كل الناس خير وبركه، وكل اصحاب المزارع خير وبركه. اللي هيفهم الكلام اللي احنا بنقوله وهيعرف الدليل عليه اخواتنا اصحاب المزارع، الناس اللي بتربي، الناس اللي ايديه في اللعب. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا يوسف، احلى كلمه قلتها، صلى على النبي. هي احلى حاجه، وهي دي اي صلاه النبي كلها مكسب ونور، ودي اللي بنبدا بها جميع الفيديوهات، لان احنا هنموت والفيديوهات هتنها موجوده طبعا. فدي شرف لينا بس ان احنا هنتنى نصلي على النبي واحنا صاحيين واحنا ميتين صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا بنقول يا جماعه يا رب اجعلنا عند حسن ظنكم، لان طبعا الناس كلها بتاخد بالمظاهر، فانت هتاخد كلامي بالمظهر، ما فيش حد عارف السر اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى سواء كلامي صح او غلط. احنا بنتكلم عن نتائج. يعني انا جيت اعمل علف لان انا كنت مربي، ارنب، فكنت بتعب جدا وكنت بتبهدل، كان الجرب بياكل الارانب، مفيش اوزان يا يوسف. طبعا الارنب اللي بيقعد تحت امه بيطلع 300 400 جرام وبتمرمط، بقعد سنه على ما ابيع شويه ارانب وافك نفسي بيهم بعرف. ودي يا شباب خليكم عارفين ان دي كان الدخل بتاعي الوحيد، دخلي الوحيد ليا في اكل بيتي ومصاريفي وشغلي كان هو الارنب. فهل لازم اتنيني ابدع فيه لحد ما اكسب. قعدنا نجرب اعلاف، نجرب اضافات مع اعلاف، ندخل دي على دي. طبعا انا ابو يوسف او عارف او لو المشاهدين عارفين انا شغال في العلف بقالي 27 سنه، من 97 لحد النهارده في مجال الاعلاف. الاول كان في مجال اعلاف الدواجن، وبعد كده دخلنا على الارانب، وبعد كده حاليا مواشي وارانب ودواجن، وان شاء الله باذن الله عاملين لكم علف حمام وعلف باذن الله بط محقق اعلى انتاجيات برضه باذن الله. وما جينا نعمل بس العلف احنا ما بنحبوش نسبقوا الاحداث، احنا بنسيبوا كل حاجه مفاجآت لحبايبنا، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. مشروع تربيه الارنب النهارده معاني بقى مشروع مربح. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ده مشروع خسران بكل المقاييس. اي مشروع ممكن يخسر معاك في شهر واحد، مش مشروع الارنب بس، حتى في الثروه الحيوانيه لو انت ما عندكش خبره واستهترت بالمشروع هتخسر. لكن النهارده مشروع الارنب بقى اربح مشروع. تصدقوا بقى الكلام ده؟ مشروع قليل التكلفه، شغله بسيط جدا، مشروع لو انت اتجهت ليه صح يفتح بيتك ويعمل لك دخل ثابت. لان الارنب الصدرين زاد، اسعار النهارده اسعار الارانب زادت، ما عادش زي زمان الكيلو ابو 30 وابو 25 وتتحايل على التاجر. ده التجار النهارده اللي بيتحايلوا علينا عشان يشتروا لحم، بيرنوا علينا 24 ساعه. وخلي بالكم يا شباب الارانب اسعارها رافعه لان مفيش عرض في السوق. طبعا مفيش عرض في السوق. النهارده الاسعار من 58 جنيه ل 63 ل 65 جنيه على حسب المكان يا ابو يوسف. معلش انت لو قيست الارنب النهارده اللي انت هتشتريه 2 كيلو، الكيلو لو قلنا هتشتريه من التاجر ب 70 جنيه، ايوه
ب 140 جنيه 140 جنيه مش 8 كيلو لحمه. كيلو تعالى شوف الارنب اللي انت بتشتريه 2 كيلو وهيصفي معاك كيلو كيلو وربع او كيلو كيلو 300. او كيلو 300. شوف معدلاته ايه جبال كيلو اللحمه اللي انت هتروح تشتريه. بروتين وطاقه وخصوبه، يعني هو سبحان الله اللي احنا عاملينه في العلف للارانب هو راجع لنا في الارنب راجع لنا. للبني ادم تاني. يعني اللي احنا كلفنا عليه في علف الارانب هو راجع لك تاني في الارنب. طاقه عاليه جدا، بروتين عالي جدا، لحمه نظيفه ما فيش دهون. جميع اي حد يقدر ياكل الارنب سواء عيان او سواء سليم. بيحسن طاقه الجسم، بيحسن كل حاجه في الجسم. الاول كده عشان ما تحرجوش المفاجاه علينا، ان شاء الله احنا بنعمله مزرعه ارانب جديده. هتبقى متوفر عندنا سلالات عاليه، هيبقى متوفر سلكات، هيبقى متوفر العلف. يعني ان شاء الله باذن الله هنصور فيها قريب جدا. هنصور فيها قريب الاسبوع الجاي. وطبعا المفاجاه الكبيره بقى، اي واحد عنده كميات لحم على استعداد ان احنا ناخدوها. يعني ربي وكلف واصرف وانت قلبك زي الحديد ورن يا ابو يوسف عندي دفعه ارانب، يا استاذ ابراهيم عندي دفعه الارانب. هنسيب لكم ارقام التليفونات على الفيديو دلوقتي، رقمي ورقم الاستاذ ابراهيم، وهقول لك ظبط الارانب بتاعتك. اهم حاجه تديني وزن كويس عشان تكسب. انت لو عطيتني وزن 2 كيلو و2 كيلو الا ربع، انا هديك برنامج للارانب بتاعتك، هخليك تطلع سلالات وهخليك تطلع لحم وهتكسب من الاثنين. بمعنى ايه؟ عشان يعني الموضوع ما يبقاش صعب علينا، انا مش هقول لك لو انت عندك دفعه ارانب مش هخليك تطلعها كلها، مش هضحك عليك زي التاجر واقول لك هات عشان تمسك قرش، لا، ده انا هخليك تحوش التلت احلال وسلالات 25% ل 30%. 25% هخليك تحوشهم انت اجباري عليك. هقول لك مشي بتعليماتي، حوش 25% من الدفعه اللي انت هتطلعها احلال لمزرعتك وسلالات. هخليك تطلع سلالات ب 270 جنيه وهخليك تطلع لحم. اما تطلع لحم هتصرف على بيتك، هتصرف على الارانب بتاعتك، هتصرف على ادويه، هخليك تحب مشروع الارنب. النهارده الناس بقت بتخاف من الورقه البيضاء. الورقه البيضاء الناس بتخاف منها ليه؟ عشان خساره الفراخ الكبرى. النهارده انا مش هخليك تخسر في مشروع الارنب، النهارده هخليك بدل ما تاكل كيلو ونص علف هخليك تاكل كيلو بس وهيديك. ندخلوا في الموضوع كده سريعا. النهارده بنتكلموا رقم 1 يا استاذ ابراهيم في نسبه البروتين، رقم 2 الطاقه، رقم 3 الالياف. هي دي العلف. طيب اصحابنا يعني اخواتنا اصحاب المزارع الارانب، النهارده انا ممكن في العلفه بتاعتي اكتر لك الالياف واقلل من تكلفه العلف، بس انا ما اكتر لك الالياف الارنب بدل ما بياكل نص كيلو عايز ياكل كيلو. الارنب مش حاسس ان هو عنده وزن مثالي في جسمه، فعايز ياكل كتير، كل ما ياكل ويلاقي علف عايز ياكل تاني، بس وزن مفيش. لا النهارده معانا هيلاقي الايه؟ هيلاقي الوزن، هيلاقي. ما هو البروتين يا جماعه لو مظبوط، لو الارنب مش هيعرف يسحب في الاكل. تمام. ليه؟ لانه هو خلاص اكتفى خلاص هو جسمه استفاد. شكل مثلا يا ابو يوسف الارنب في الشتاء ممكن ياكل العلف دي يحوله لحراره عشان الدنيا ساقعه، فيبدا يسحب العلف عشان يتدفى. تمام. طب هو يسحب يتدفى ولا يسحب يردع ولا يسحب يحول لحم ولا يسحب يتباع ولا يسحب ليه؟ هيتني يسحب ويشخ زبدي وخلاص على. لا النهارده في علفنا وفرنا لكم البروتين رقم 1. البروتين رقم 1، رقم 2 طاقه الارنب، الطاقه الحيويه اللي يبقى الجو بيحط شتاء والارنب عنده طاقه وبتنطط وعنده شجاعه انه يدخل يردع الخلفه بتاعته. مش الارنبه قاعده كمشاني وكسلاني وخايفه اصلا تدخل تعمل طاقه نفسيه. ازاي هتعمل طاقه؟ اخواتنا كانوا زمان يقول لك ايه، عايز تعمل طاقه حراريه عند الارنب حط في الشتاء للارنب قش عشان الارنب يتحرك. لا، مع علفنا ده اهو هخلي الارنب بتاعك ما يبطلش حركه. يبقى اتكلمنا عن البروتين، عن الطاقه، عن نسبه الالياف عند الارنب. تعالوا بقى ندخلوا في الخلاصات اللي هي اول حاجه رفع المناعه ورفع الخصوبه. رفع المناعه ورفع الخصوبه. يبقى بدل ما انت هتلقح تلقيح اجباري وترفع الارنبه زي ما هنشوفه في بعض الفيديوهات، وهسيب لكم مقاطع دلوقتي كمان، مش حارمكم من حاجه خالص. اخواتنا اللي طلبونا وقالوا يا ابو يوسف ارجع لنا في فيديوهات الارانب، انا راجع لكم مش لوحدي، راجع لكم معايا طاقه في مشروع تربيه الارنب. استاذ ابراهيم بلاط، ارانب بلاط لتربيه الارانب. احنا على استعداد كامل لاي اسئله، بس يا ريت الاسئله تكون في القناه ما تكونش على الخاص عشان تفيد غيرك.
عشان تفيد غيرك. خصم مسحوم جدا. معلش انت لما تدخل تكتب تعليق وتكتب سؤالك وانا ادخل اجاوبك عليه، انت كده بتسيب مجال لغيرك يستفيد. النهارده انا هديك شكاره العلف بتاعتي بشكاره ونص علف من بره، ماليش دعوه بغيري، ما تقوليش ده علف فلان وعلف وعلف. ممكن اعد لك دلوقتي 10 اعلاف في مصر ما احتمتهمش. ايه يا ابو يوسف وانت لسه داخل معانا في العلف جديد وهتقول لي ما تحتمتش 10 اعلاف؟ امال الناس اللي شغاله دي، الناس اللي شغاله دي بعضهم عايزين يكسبوا بس، مع احترامي ليه. عايز يحط على الطن 1000 كيلو، عايز يحط عليه 800 كيلو حجازي، ما هو الحجاز رخيص تمام. عايز يحط 80 كيلو الاضافات بقى اللي هي الذره ومش عارف ايه وايه وايه. لا احنا في علافنا اعلاف كنز الفلاح مش هتقدر تغمض عينيك، لان في علفتنا واخده حجها. حد هيقول لي يا ابو يوسف انت عمال تصيط وتعمل في العلف. يا جماعه اللي عايز يشوف يجرب، اللي بينه وبينكم تجربه، اللي بينه وبينكم مش كلام، اللي بينه وبينكم مش تصيط في العلفه، اللي بينه وبينكم ان انا مش هروح اعمل لكم فيديوهات وهميه، لا اللي بينه وبينكم تجارب. بعض الناس كانت بتاكل في المزرعه بتاعتها شكاره ونص في اليوم يا استاذ ابراهيم، بقى بياكل شكاره، بقى بياكل شكاره والجوده اعلى، الجوده اعلى. وهنصور لكم في المزارع دي ان شاء الله باذن الله، باذن الله هنصور لكم، مش هنحرمكم من حاجه خالص. اهم شيء انك تربي الارنب معاني ومالكش دعوه بالتسويق خالص. بعض الناس يا استاذ ابراهيم كل همه في خساره المشروع ان هو بيقول لك ما عنديش خلاص ايه تسويق. انت معانا مش هتنعى هم التسويق. والعربيه اللي هتجيب لك العلف هتاخد الارانب، العربيه اللي هتجيب الارانب هتاخد العلف. يعني انت ما تنعاش هم التسويق خالص. اي كميات عندك ربي. ولو عايز اشراف لو هو مبتدئ هنعمل لك اشراف. لو عايز اشراف في الاسبوع مرتين مره واحده لا لو عايز مرتين في الاسبوع احنا مش متاخرين. ما انا هستفاد منك، ما انا كل ما احببك في المشروع انت هتشتغل وهتوسع وهتاخد مني علف وهتشهر علفي، ما هو دي اللي انا عايزه، وهتفيد غيرك. احنا تحت امر كل الناس، والجوده بتاعتنا هي اللي بيننا وبينكم جوده. اللي بيننا وبينكم ايه؟ وسعر. طب السعر هيجي مع الجوده ازاي يا ابو يوسف؟ اقول لك يجي ازاي. تمام. احنا لما نعمل علفه مميزه زي كده يا شباب، بدل ما تاكل شكاره ونص هتاكل شكاره. يبقى انا وفرت لك نص شكاره. اقل علف في مصر النهارده ب 170 جنيه، احسب يبقى 5 يبقى كام؟ 270. ب 270 يبقى كده فرق كام؟ نص الشكاره فرقها كام؟ فرجها كده 100 وحاجه، 100 وقول 130 جنيه، 135 جنيه. اما اوفر لك 135 جنيه في يوم شكل المربين اللي احنا هنصور عندهم عملي في يوم واحد 135 جنيه، يبقى كده الطن بتاعنا نزل كام يا ابو يوسف؟ بدل ما هو مثلا ب 11 200 بقى بكام؟ بقى ب9. المهم عشان ما نطوش دماغكم، موضوع صعب جدا. اوعى تلجأ للعلف الرخيص. كلامنا كله كلام فعلي. طب ما في ناس بتبيع علف رخيص وبتبيع علف غالي وبيبقى برضه غالي. وعلى حسب. انا هقول لكم فكره يا جماعه 10 على 10. هضحك لكم على العلف. عايز تعرف علفك كويس او لا؟ هتبص في الزبل تحت الارانب. لو لقيت حبات الزبل كبير والارانب شخت زبل يامي وسحبت علف يامي ونفس الاوزان هي ونفس اعرف ان العلف دي غير جيد. اي علف حتى تمام حتى لو علف، يبقى انت اختبار العلف معاك. ما تحطش العلف في ميه، ما تختبرهوش، ما تشمش ريحه العلف، ما تختبرهوش، ما تشوفش لون العلف. لون بتاعنا اهو مش اخضر اهو. لا اللي بيننا وبينكم دي ما يعرفوش. طب نريحوا كل الناس ونريحوا كل مربين الارنب ونريحوا الناس اللي ما عندهاش خبره في الارنب خلاص، مع احترامنا الفائق لكل الناس. اللي بيننا وبينكم تجارب. بس كده. تعالى مصنعنا شركه كفر الشيخ لصناعه الاعلاف، طريق دسوق كفر الشيخ، خد شكاره واحده واعزل لي. لو انت عندك مزرعه اعزل لي 5 امهات بعيالها، منهم الوالد ومنهم العشر، تمام، ونختبره نعمله نسبه وتناسب. وفي حاجه كمان بعد اذنك بس عشان ما انساش، اختبار للتحويل والرضاعه والخصوبه، واختبار لسحب العلف. شوف اللي خد علف من هنا قد ايه واداك وزن قد ايه، وخد من اي علف بقى تاني ووزن. اي علف بقى بيحسبك. هتقوم بالاختبار بتاعنا ووزن، وان شاء الله معانا ان شاء الله انت الكسبان. مالناش دعوه بحد، كل الناس خير وبركه. ويا رب بدل مصر ما يبقى فيه مصنع علف يبقى فيها مليون مصنع. ربنا يبارك للناس. ويا رب مربي الارنب بدل ما يبقى مربي يبقوا مليون مربي. احنا عايزين ننمو الثروه، ويا ريت الناس تهتم باكل الارانب. انا النهارده عندي النهارده برضه احترام ليك يا ابو يوسف. النهارده لو لا قدر الله حصلت اي ازمه في الانتاج اللحوم البيضاء من الدواجن، هيحصل فجوه كبيره جدا. الارنب ممكن بسهوله جدا يسدها. تمام بسهوله جدا يقدر يسدها. تمام. بالمناسبه عايز بس يعني انصح اخواتي، بعض الناس اللي بتطلع تروج وتقول لك ايه بديل العلف بديل الاعلاف،
تفادى الغلاء. اوعى تسمع كلام حد، اوعى تروح تاكل الارنب بتاعك برسيم اخضر وتلاقي الارنب بطنه منفوخه خس لا ويقطعوا القناه وخس، وطلعت التجارب اللي لا الناس عملت. بطنه منفوخه والارنب شبعان. اوعى تروح تاكل الارنب عيش اللي هو الخبز. العيش ده يا جماعه اخطر حاجه على الارنب، على قد ما هو فيه نسبه مضاد حيوي بس هو اخطر الخمير، حاجه. ما احنا حاطين خمير في العلف. احنا حاطين الخمير بتاعتنا في العلف. هم عايزين من العيش الخمير. خماير العيش تختلف عن خماير الاعلاف. الارنب لو كل عيش يومين 2 اتفرج عليه هتلاقي بطنه راحت قد كده، وتعالى بعد شهر يذبح اي بتاكل عيش او واقفه على عيش او بتاكل نسبه عيش كل يوم، شوف رحم الارنبي هتلاقي عليه تليف من الدهن. والله حصلت معايا واتحديت نفسي، وحصلت معايا بابيون من اعلى السلالات وكانت من اعلى الانتاجيات عندي. كنت اكلت عيش شويه لفتره كده، قلت دخله في التسمين شويه، والله ظنيت لاخر لحظه ان الارنبه دي عندها التهابات رحم، وكل ما اجسها او اختبر الحمل بتاعها اقول عندها التهابات رحم، واتخدعت فيها للاخر بقى، رغم ان في خبره. مش هقول لكم ما فيش خبره، الحمد لله انا بجالي في الارنب دلوقتي 5 سنين، وهقول لكم ايه دور الارنب معايا بقى عن خلاف عن جميع المربين في مصر. المفاجاه بقى اللي يعني بعض الناس ما تعرفهاش، ان انا عندي محل لحوم وطيور، يعني لحوم مجمده، محل فراخ بيضه، فراخ بلدي، صاصو، حمام، سماء، ارانب. فاصلا الارانب انا بدخلها المحل عندي بقالي 9 سنين، بس كنت بشتري من بره، قعدت 4 سنين اشتري، لغايه ما في يوم ساعدني القدر ان واحد جاب الارانب بتاعته وخلاف بينه وبين زوجته. هي بتقول له مش هنبيعوهم، وهو بيقول لها حلف بالطلاق ما هم قاعدين في البيت. وفعلا انا خدت الارانب دي، وبالصدفه لقيت شكل الارانب حلو، خدتهم طلقتهم فوق. بعدها باسبوع لقيت ارنبه منهم بتلم قش كده، انا فرحت من المنظر. يا دوبك انا حطيت لها قلبين طوب بلوكتين بيض كده، وفعلا ولدت فيهم من يومين. وانا حبيت مشروع تربيه الارنب، واول فرحه لي لما نزلت 5 حتت ارانب المحل. قلت للعيال كده ما عدناش هنشتروا ارانب خالص. قالوا ليه؟ قلت لهم تعالوا شوفوا 5 حتت، انتوا كنتوا هتشتروهم بكام من بره، شوفوا ان هم دخلوا المحل هيكسبونا كام. مش عيب انك تحلم بالمكسب. تمام. وفعلا حبيت مشروع تربيه الارنب، وقعدت سنه كامله اكل نوع علف دونا لذكر الاسماء. طبعا انا داخل المشروع غلبان، عندي 10 12 ما اناش فاهم حاجه. قعدت سنه كامله، لو يشهد علي حد كان شهد عليا التاجر اللي رحت وكنت بحجج معاه وقلت له انت خسرتني سنه كامله في العلف. قعد الدكاتره يجربوا فيي واصحاب الارانب يجربوا فيي، اكيد نسبه التهويه عندك مش مظبوطه، اكيد ما بتحطش مش عامل جدول ادويه، اكيد ما بتاكلش كويس، اكيد. قعدت سنه كامله، وفي الاخر طلع المصنع اللي كنت شغال فيه مصنع شغال تحت السلم. اظن دي مفاجاه لكم كلكم. مصنع شغال تحت السلم بيصنع علف باسم، وللاسف ما كانش عنده اي خبره خالص في مجال العلف. وانا قعدت اكل، وفي الاخر اكتشفت ان هو بيحط برسيم حجازي حوالي 750 كيلو برسيم حجازي. يعني معنى ذلك ان الارنب ما عندوش اي طاقه خالص. ودي كان حبي واصراري انك تنجح في وسط خساره رهيبه. انا خسرت جامد. احنا طولنا عليكم في الحلقه ده اهي، بس يا رب يا رب الكل يستفاد من حلقتنا. واهم حاجه ان احنا نحط لايك للحلقه عشان نفيدوا كل مربين الارانب. على راسنا. في كلمتين عاوز اقولهم برضه يا بوسي. اتفضل. العلف يا شباب برضه خلي بالك، هو حاجات متكامله، طاقه وبروتين والياف وخصوبه ورضاعه وطبعا وتحويل. طيب كلام في حاجه كمان يا شباب، انا عايز علف ما يعمليش انتفاخات ولا اسهالات ولا ارنب يموت مني ولا ارنب يسلسل ولا ارنب، الحاجات دي كلها في العلفه. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لقناه ابو يوسف 1 و2 و3، شكرا جزيلا لكل متابعينا ارنب، كل متابعينا سواء على قناتي او قناه اخويا كلنا اخوات. المهم ان المعلومه احنا كلنا شركاء نجاح ان شاء الله. كلنا شركاء نجاح، المربي وصاحب العلف وصاحب الارنب وكلنا بنمد ديني وعايزين نبقوا شركاء نجاح، بس القدام مش شركاء نجاح اخسرك وفي الاخر اقول لك مش معلش اصل مش عارف ايه. لا، معايا هتنجح ان شاء الله. طولنا عليكم، دمتم في امان الله. اعملوا لنا لايك حلو عشان الكل يستفاد بالحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.